نحن كمجتمع مدني جد شو لازم نعمل؟ كيف نحن جد نقدر نأثر بفكرة الدولة؟ كيف جد ممكن نكون مساهمين في الدولة؟ كيف نحن ممكن فعليا نضغط على دولة بدها تعمل شيء ضد الإرادة الوطنية تبعنا أو الإرادة الشعبية تبعنا؟ أو كيف فينا نتوافق مع شخصيات ومع دولة لا هي عم تمارس عليها ضغوط من كل محل بس نحن بدنا إياها؟ بغض النظر عن رأينا الشخصي، نحن شو لازم نعمل كمجتمع مدني؟ قبل ما أقول إنه شو لازم نعمل، خلينا نأكد نثبت نقطة إنه المجتمع المدني السوري هو موجود، يعني موجود مو بمعنى إنه نحن نربي المجتمع المدني السوري، هو موجود بس نحن النظام هلا سقط، يعني المفروض نحن هلا ننطلق ما هي الفكرة إنه كثير من الناس تحمست لفكرة سقوط النظام بالتقارب مع سقوط النظام باللحظة، بس كانت باللحظة اللي عم تسقط فيها الأمل كان في كتير ناس عم بيشتغلوا. هدول الناس اللي عم بيشتغلوا هذا هو المجتمع المدني اللي كان موجود عم بتطور. الناس خلال فترة الثورة ما كانت عم تشتغل بس عسكرة، كانت عم تشتغل مجتمع مدني وكانوا عم بيشتغلوا عم بشكلوا أحزاب سياسية، لأنه في تلهف، في حالة من الرغبة إنه يشكلوا هذا الشيء وقت يسقط النظام يشتغلوا. هدول الناس كتار موجودين يعني وقت عم نحكي مثلا من شوي عن التجربة الطلابية السورية، نحن ما عم نشكل التجربة الطلابية السورية بس مشان نساعد الطالب السوري، نحن عم ننتظر لحظة سقوط النظام. فترة 2019 2024 هي الفترة الثورية اللي انتقلوا فيها كل المؤسسات من حالة الثورة لحالة الدولة. نحن عندنا نقابات غير النقابة الطلابية. طبعا نحن عندنا بهي الورقة بالورقة البحثية والدراسة ذكرت فيها انه نحن عندنا على الاقل 13 نقابة موجودين شمال غرب سوريا، مناطق المعارضة السورية. وقد خبرتهم كم سنة؟ ممتازة خبرتهم، يعني انت اليوم عندك نقابة المهندسين تشكلت عام 2014 كانت بحصار حلب، درجت وصلت لحالة نقابية، فيها انتخابات وفيها تنظيم حوكمي والى اخره. في عندك نقابة العمال، في عندك شيء اسمه تجمع النقابات السورية الحرة اللي هو بيشمل 13-14 نقابة.